السلام عليكم. اليوم 11 حزيران 2024، يعني 11/6/2024. أعطي غذاء للأفراخ واللمايات. أنا عندي ملح أنطيهن خيار، هذا الجو حار، الطيور يحتاجن إلى ملح، بس أنا شنو بنعطيهن ملح. العفو تقول شنو هاي الفكرة؟ ملح مو هواي، اسمه ملح، لأن الملح يعطي، يدير بالكم. أنا أنطي ملح للمايات، وللأفراخ نعطيهن دود قباب حي. هذا دود القباب الحي، خلينا نشوف وين هاي. هسه تقولوا شنو هذا؟ هاي عبارة عن نخالة واحط بنصها دود قبابي حي. انا حطيتها للافراخ، انطي هي قبل، هاي احطها وتاكل. كنت قبل بالشتاء احطها قبل، الجو حار هسه ما يصلح، يعني من احطها هذا كله يموت. شو اسوي؟ اضطر احطها على التبريد جوا. ومن اريد انطيهن للمايات انطيهن دود قبابي وزاد خياره. الخيار الهن ودود قبابي لافراخهن. هذا اخذها. هاك عبيدك اقتل هذه الدودة دا يتعاركن، لان هاي كلها دا على الدودة القبابي. انا دا بظفري دا اموتها على مود. دا يتعاركن بين قفصكم. هسه شوية ونشرح على الأكل مال الأفراخ. احنا قلنا الأفراخ، هسه الأفراخ عبارة عن، قلنا لكم العفو، يوم 11 حزيران 2024. قاعدين شم 1 2 أعتقد. الجو حار. احنا شو المفروض نشوف؟ الافراخ البلبل خلينا نشرح حياتها 12 يوم قلنا فقس، ويكمل ب 33 يوم. يكمل البلبل ويطير يروح، قل 30 يوم 33 يطير. بس احنا قبل هذا الموعد احنا ناخذ السحبه عمود نسحبه على مود يتفرغ مره ثانيه. نرجع الغذاء البلابل الصغار. انا هسه البلابل الصغار انطيهن دود قبابي. شوف الناس الشبعانات امهات، انا اعطيت الدود قبابي. هذا الدود قبابي شوف ملياته، خلي اسحب نفسي على مود تجي ذيك، لان ذيك بريه. شوفوا بريه تخاف من عندي. شوفوا اخذتها راح لي، وين تروح للمي تنقع الدوده، والنوبه ترجع توديه الولد لاطفالها. شوف نزلت هي جوا. شوف سهل، ما اخذنا الصورة. خلطة في المبردة، صوت المبردة شوي قوي. رجعنا لكم. جو حار، انا عالق المبردة. البلبل الافراخ ايش تعطوهن اكل؟ انا معلمكم، قلت لكم انطوهن. اذا انا عندي امهاتهن ايش يطن دود قبابي انطيهن، مثل ما قلت لكم انطيهن خيار. شوفوا الخيارات، منطيهن انا خلطة مال بلابل، زائدا انطيهن خيار، كلها متوفر. الافراخ الصغار نعطيهن بلت مال الافراخ دجاج. نرجع للسؤال. ليش بلت مال افراخ دجاج؟ بلت مال افراخ دجاج ما بي فول صوديوم، ما بي ثوم، بي بس بروتين. اكو ناس يجيب يقول له اعطيني بلت، اي بلت؟ لا غلط. وبس بروتين مال افراخ الدجاج يعطون بس بروتين عمودي كبرى للنفخن. احنا نعطيه لافراخنا.
انا ذني كودن امهات وياهن ما انطيهن دا يطن، بس من اسحب من امهاتي ليش راح اعطيهن؟ انطيهن نفس الاكل مال امهات اللي تطنه. دود قبابي حي عندي من تطوهن الافراغ غلط، تطوهن مي غلط، غلط تطوهن مي. ليش تطوهن مي غلط؟ لان ما عنده حوصله مثل الطيور. الحمام عنده حوصله يخزن بها مي، هذا لا، هذا معده امعاء العفو، قبل ياكل الاكل ينخزن ببطنه، ياكل مره ثانيه الخازنه يطلعه، يعني التكرمون يضرقه. يعني هاي مي من نعطيه غلط يموت، ما يصير مي. ودائما الطير نعطيه اكل جاف، يعني التكرمون يشوفونه من ضرقه الى ضرقه بيه ليونه ومي، يعني انتم غذاء مو زين، يعني هذا ما راح يسمن الطير لان عايش على السوائل. ولا اكل ناشف حيل هم مو غلط. يعني هسه احنا الدود القبابي دا تعطيه اياه مع العلم بعصاره وبفيتامينات بيها الها للطير، يقتلها ينقعها بالمي يروح يعطيها اسمه مي. يعني الافراخ يعلمهن اسمه مي. تقولوا لي ايش قد ياكل؟ كل ساعه يفك حلقه وياكل. اي صحيح، هن توكلهن وبعدين ترجع تنام عليهن. انا منتبه عليها تنام عليهن، انتم لا 24 ساعه مقعدين. من مقعدين الفرخ مالتكم 24 ساعه؟ 24 ساعه يريد ياكل، هو غلط. لازم كل ساعتين توكله، ولا تقدر تغطيه تنيمه بحيث تحسسه بين امه حنان ما يقعد. كل ساعتين توكله، وبالتوكله بالاكل الغذاء مالته لا توكله خيار براسه كله خيار 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 خيار، او خبز خبز خبز، او شوفت هذا. لا الطير يريد يسمن، تنوع له كرفس. هذا الكرفس اللي ناكله كرفس معدنوس، هذا بيه فوائد عظيمه انتم ما تعرفونه. هاي الخضره منتبهين الكرفس، العصافير يموتن على الكرفس، ينزل بالحديقه يخلصنا تخلص. هذا كالسيوم يسمن الطير، خاصه الكرفس. على الكرفس انطي بلت مال فراخ دجاج قلت لكم، بس البلت تعصر عليه برتقاله حلوه، وعلى مود تنقعه يصير شويه ناشف تعطيه اياه. البلت تعصر عليه ناشف. بالليل مثلا الفرخ تريد تنيمه بالليل، تعطيه وجبه الاخيره تعطيه موز على مود تنظف معدته. مين تنظف معدته من الاشماكل مثلا، اكلات ثقيله مثلا. هو قلنا البلت حار، هو البلت مو 24 ساعه تعطوه بلت، تعطيه مثلا 4 وجبات 3 وجبات باليوم. يعني الصبح تعطيه وجبه، الظهر وجبه، بالليل وجبه، وبعدين تختمها بموز زين. وبعد شنطي بذني تعطيه مثلا تعوضه مي، ومي ما يشرب، تعوضه بالخيار، خيار برش، تبرش الخياره تعطيه. او برتقاله، مو تعصر البرتقاله يبقى البثل مالت البرتقاله بنسبه مي، هذا تاخذه البثل مو القشر، البثل تعطيه ياكله يستفاد من عنده، تعوضه بمكان المي. يعني المي، لان انا تعطيه دود قبابي، الدود القبابي بعصارات، عصاره مي موجود مي، زائد انت شرب مي. انا امهات عوضنا بالمي. انت بني يصير عندك شلون تعوضه بهذا، مو تعطيه 24 ساعه من الصبح لليل اكل سوائل، يعني اكله كله سائل بحيث تكرم الضرق اللي يضرقه تشوفها مي. هذا غلط، يعني هذا الطير ما راح يسمن، راح يظل ضعيف البنيه. زين، الطير هو هذا بالنسبه لنا نصيحه الطير هو البلبل عفوا، ما يحب برد، يحب حار، درجه حراره 30 27 30 لحد ال 35. يعني بحيث تحطوه على السبلت تصبح الصبح ميت. ما يحب سبلت وما يحب هواء بانكي، يعني جو اعتيادي. يعني هي هو جو اعتيادي، شوفه 30 35 عاد طبيعي بدون غطاء بدون تعوفه. هن يحبن الحراره لان التكاثر مالتهم شهر الخامس بالسادس، وهذا وقتهم يموتن عليه. بس انا من عالقين المبرده وهذا الجو، لان حاصرهم فوق، طابق الفوق يختلف عن البساتين. يعني انا هسه من حاطني هنا مع العلم جو درج وحار وشمس، يعني ظروفها المناخيه تختلف عن البساتين. البساتين يعتقد هسه لا تروح للبستان تلقي خضار، اكو ماي بساتين مثلا، هواء يلعب، تلقي درجه الحراره اربعينات تقريبا، اربعينات 38. هو برج الاربعين، انا هنا بالسطح لا بالستينات، فوق ال60 درجه شمس. اضطر شو اسوي؟ ارطب الجو، ارطب القاع، على المبرده في سبيل شنو هذا. بس انا مو المبرده شو وقت اشعلها، مو من الصبح لليل، بس فتره الظهر من الساعه 11 ونص لل 4 العصر، وراها طفيها لان خطيه.
ونرجع للافراخ جديد. هو اليوم غذائنا الافراخ. الافراخ مثل ما قلنا لكم تمر ما نعطي الافراخ خاصة بالصيف، سعرات حرارية قوية، يعني بحيث يسوي للطير اسهال، يعني يحرق امعاءه، يعني تعطوه شيء بارد. يعني مثلا الموز، خاصة الموز مو 24 ساعة تطمه، بالليل خليها الختمة الأخيرة الموز وعلمة عالية. كرفس كل وجبة تعطيه كرفس، كل وجبة حاول ياكل له ورقة ورقتين هيك، حاول خليه يتعلم. الطير يسمن يتعلم حتى ما يتمرض. ودير بالكم من التبريد مثل ما قلت لكم. يعني انا هسه موفر لهم غذاء مشمش وكله هسه الخيار قلنا لكم الخيار املحها، لانه ما يحب الملح، يحب الملح بس املحه مو هواي، اسم ملح. طماطه انا انطيه طماطه، هسه يقول لك الطماطه غلط، لا ما غلط. واللي يقول لك ما يغرد كذب، ما لك علاقه. انا عن تجربه، انا صار لي تجربه تقريبا 7 سنين 8 سنين عندي ذني طماطه وتغريده فول عندي، يفولن فول الطماطه بالعكس. هسه هن يعتبرن بري، تقول لك يخرسه، ماكو هيك معلومه. طماطه فلفل اخضر، انا معلمين على فلفل اخضر بارد، يعني الفلفل الاخضر بارد اجيبه هسه ما عندي ياكل، بالعكس بيه فوائد. الطماطه هسه هو بري هسه بالبره ما يلقي الطماطه بالمزارع وياكل. هو شاكل هسه الصيف كله شاكل، كله تمر مثلا بالنخال، طماطه خيار شي يلقي بالارض الله ياكل. بالشتاء يضطر ديوان يرجع يكرم هذا ياكل بس تمر الشتاء كله، لان سعرات حراريه ماكو بعد زرع. وجراد يعيش على الحشرات العفو. بالشتاء ماكو حتى حشرات تختفي سبات الصيف. المهم موضوعنا افراخ، دير بالكم بالافراخ. انا الافراخ يذني انطيهن امهاتي دي توكلوا، انتم ايش تعطوهن مثل ما قلت لكم. مثلا صمونه، مثلا هاي الصمونه العفو، انا هاي الصمونه يابسه هسه مجرد شويه هاي الصمونه زائد شويه مشمش. هذا المشمش كثر المشمش هم يصير بالسؤال. صمونه كدلينه مو يابسه، مشمش تخبطها تعصرها راح تصير فتاله، تصير محيث. شو تصير عجينه مطعمه بالمشمش وتعطي لي الفرخ مالتك. هاي وجبه اللخه مثلا صمونه، تبرش خياره وتعصرها وياه هذا بس كنت رطبه مو لينه حيل عجينه ولا تعطيه اياه. بالاخير من شفت اختنق وهذا تعوضه تعطيه خيار وحيده برش فوقها بدون صمونه. هاي ابسط شيء. اللي ما عنده شو اسمه بلت صمون، بس الصمون مو انا ليش دا اقول لكم ايش بيها تخبى. هي هاي طيرة وهذا فعله واحد ناقل. المهم الصمونة بيها مرات يحطوا لها صودة كثرة، أو لا تعرف صمون بدون خمرة، كود خمرة مو صودة تنفخ الطير كذا، أو هم قليلة مثلا هيك ها كبرها مثلا وتخبطها ويا خيارة تبرشها وتروح. صمون عادي يصير مثلا صدر دجاج بس مو بهيك عمر، أكبر من يطلع ريش ربع ذيل نص ذيل نصيح له. احنا اعمار الافراخ نصيح له ربع ذيل نص ذيل ذيل كامل، يكمل ذيل كامل يصير مخلف يخلفن. بربع الذيل من يصير ربع الذيل تعلم على صدر دجاج، يعني مثلا من دجاج خاصة صدر الدجاج المستوي المطبوخ نطلع شوية فتيرة ونعطيه اياه بروتين. سمك اشوي سمك اطلع من سمكة كود بحيث مو بيهدين تعطيه مطبوخ علمه تواكله بعدين بالكبر يقوم ياكل سمك ودجاج وثريد. والله ياكل الثريد عداني من اثرد بالصينيه يجني وياي. هاي الافراخ وتعوضوه بالمي مثل ما قلنا لكم. مي غلط تعطوه مي لين يموت الطير، لان بسرعه يروح للقصبه الهوائيه ويموت. بس تعطيه مي، بس تعوضه مو تقطع المي. انا من اقول لك لا تعطيه مي يموت نهائي، تعطيه اكل جاف وتخليه يموت، هم يموت هم يحتاج مي. اي انسان اي بشر اي حيوان اي نبات يحتاج مي، بس هذا ميه مو شرب مثل قلنا لكم الطيور وعنده حوصله ويشرب ويغزل، لا مجرد عنده امعاء ياكله يطلع بسرعه، ياكله من هنا يطلع مخابيله.
خلينا نودي اكل البقيه ان شاء الله. وصلتكم الفكره. مي، وفر لهم مي دائما يسبح حار. الافراخ الصغار وفروا لهم مي، يعني الافراخ الصغار يعني شلنا نص ذيل مو ربع الذيل، نص الذيل حطوا لهم مي خليه يسبحن وعلبوهن. ولا مثلا تريده اليف طينه، شلون اليف طينه؟ لا تعطي مجال ياكل وحيده، دائما خليه يعتمد عليك، ومن يخلف يتوحشن. وان شاء الله من بوقت يصير المخاليف ويتوحشن اشرح لكم شلون نخليهن نألفهن. لا صفر صفر. هاي من الحر طب وجوه. هذا فحل عندي خبال خبل. والله خبصتنا، والله خبصتني. يلا هذا فحل الاخ حارة. الله يعينه. ان شاء الله شباب فاتتكم هذا المقطع. اليوم 11 حزيران 2024، 11 حزيران يعني شهر السادس 2024. في امان الله شباب.